نجم تخسر مقابله، تنجم تتعادل في مقابله، وامكانيه التدارك موجوده. الان باش ندخلوا في نظام ثاني ونظام الكاس، وبالتالي مقابلات اخرى بنظره اخرى بتحذيرات اخرى بعقليه اخرى، ما عندكش امكانيه التدارك. اذا المقابلات اللي السابقه فيها مؤشرات، من بين المؤشرات وانه الحقيقه في الفرق العربيه ثم المغرب والجزائر. والجزائر رقم الجزائر هو اللي يشد الانتباه اكثر، لانه رقم مميز حتى في التقرير، وانه الجزائر كما قالوا الاصدقاء البارح أول مرة منذ السنوات يحقق 3 انتصارات. المرتين السابقين عام 90 3 انتصارات فاز في الكاس، 2019 3 انتصارات فاز في الكاس. هذا مؤشر إيجابي. المؤشر الإيجابي بالنسبة للمغرب وأنه ثم الفريق يبدو وأنه وليد الركراكي إلقاء التوليفة الضرورية واللي تخلي توازن الفريق، ثم عنده عنصر سيكون فاعلا وعنده كما يقولوا جوكير اللي الفرق الاخرى ما عندهاش، ما استغلتوش، اللي هو بطبيعه الحال احسن لاعب في العالم اللي هو اشرف حكيمي اللي باش يكون موجود. وبالتالي نعتبر وانه الارقام مؤشر، ولكن الجزائر والمغرب ما شاء الله ممكن في الطريق السوي. انهيت حديثك عن هذا السؤال ولم تذكر تونس، وكان هناك ناس ينتظرون من فتحي ان يذكر ارقام قياسيه لتونس. والله ان شاء الله غدوه نحققوا الارقام القياسيه. بالطبيعه عندنا 4 نقاط من عام 2017 ما خديناش 4 نقاط، كنا نترشحوا حتى ب3 نقاط ب3 تعادلات. الان شوف لما ننتظروا الكثير، ربما باش نتحطوا اكيد على مقابله مالي. نعم تونس غدا في كلمه نقولها توجع شويه، ربما غدوه الانتصار او المطار. ولا يهم الارقام القياسيه، اهم شيء ان يبدا من اليوم في دور ثمن النهائي سواء تونس وكل منتخباتنا العربيه. شوف تونس ماهيش في منظومه الارقام القياسيه، ماناش فريق هجومي بسجل كثير الاهداف، ماناش فريق معناها، ولكن تونس دائما موجوده. وقلت لك غدوه خطاب وحيد للاعبين، الانتصار او المطار. الانتصار او الانتصار هذا كان بعد. جميل. لكن اعطيك شيء ايجابي لتونس ولكل منتخباتنا العربيه، لكن تحديدا تونس. المنتخب الايطالي في كاس العالم 2089 تاهل بعد 3 تعادلات. صحيح. وقد يكون الامر في دور المجموعات مغاير ومعاكس في الادوار الاقصائيه. هذا ما نتمنى لتونس ولجميع منتخباتنا العربيه. والله يعطيك الصحه، والله معناها المعنويات هي سرعه المعنويات مرتفعه اولا. ثانيا وتعرفوا الكل وانه تونس يقولوا عليها سميوها، وانا واحد من الناس، وانه هي ايطاليا افريقيا. ان شاء الله ايطاليا افريقيا. ورقم اخر مميز في اليورو في المنتخبات. البرتغال في 2016 صحيح 3 تعادلات وحققت سلة. برا اسامه الدين احمد من اين